السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ تعالوا بقى نشوف البتنجان اللي محير كل الناس وآليته في القلاية الهوائية، وهل فعلا بينشف بيجلد؟ إيه اللي بيحصل؟ تعالوا نشوف. احنا هنا البتنجان حطيت عليه حبة ملح، تمام، ووريت لكم المية نازلة منه. اوكي، هنا بقى انا نشفته وجبت طبق مليان زيت كده، يعني حبة زيت، تمام. ورحت ايه مغرقه وش وظهر كده البتنجانيه، ورحت مصفياها، ورحت ايه حطاها في القلايه. طبعا انا قايله لكم ان انا بستخدم مفرش سيليكون، طبعا تحفه جدا يا بنات، والله هيعجبكم قوي في الاستخدام، تمام. اي زيت زياده ما تقلقوش، اي زيت زياده احنا حطيناه بينزل على المفرش، تمام، ومن المفرش بينزل على الايه، على القلايه من تحت. يعني ما تقلقوش لو الزيت زياده او حاجه، ايا كان مش هيبقى زي ما احنا بنقلي ايه البتنجان في طاسه قد كده فيها زيت. طبعا بنعمله ايه، انا عملته على البرنامج بتاع البطاطس 200 درجه، تمام، و20 دقيقة. طبعا الدقايق دي احنا بنتحكم فيها براحتنا، يعني حتى لو خلصت ممكن نعيد البرنامج تاني، ما عنديش اي مشكلة، تمام. هنا اهو ابتدينا اللي احنا ايه هنطلعه. بنفتح عليه كده، بنشوف طبعا عشان بنقلبه. بصوا اول وش اهو جميل. عايزه اقول لكم اساسا بجد اللي قالت اللي البتنجان فاشل في القلايه، اقسم بالله حرام عليكي، والله العظيم انا اصلا ما بحبش البتنجان، مش بدخله بيتي اصلا. بس انا جوزي شويه بيحب المسقعه باللحمه المفرومه، فقلت ما بدهاش بقى، اما اعملها له وخلاص. عايزه اقول لكم بقيت اساسا مدمنه، يعني مدمنه بتنجان. بقيت دلوقتي اقطع وارمي في القلايه واكل كده، اعمله سندوتشات بحبه ملح وحبه كمون، رهيب ما شاء الله. بصوا فين بقى مجلد، فين مجلد؟ حرام عليك يا شيخة والله، ولا مجلد ولا اي حاجة. انتوا بس اعملوا زي ما انا قلت لكم كده، صفوا من المية بحبة، يعني حبة ملح، ويتصفى يتصفى منه المية ويتنشف. بعد كده يتنزل في طبق فيه زيت ويتصفى، تمام، وتحطوه على طول على القلاية. طبعا هوب حطيته في البرام وعليه اللحمة المفرومة طبعا متعصجة، وكنت عاملة طبعا الصلصة بتاعت المسقعة، تمام. باحط رق بتنجان، رق لحمة مفرومة، وبعد كده رق بتنجان، وبعد كده باحط عليها إيه، الصلصة. لأ والله ده أنا حطيت لحمة مفرومة، والله ده أنا سخيّة. وباحط أهو الصلصة، تمام. المفروض بقى اللي أنا كنت باحط اسمها إيه دي، طماطم من فوق كده شرايح، بس أنا نسيت. بُصّوا هنا تحفة، يعني هو هنا بقى دخل الفرن. عايزة اقول لكم اصلا حكاية، لازم تجربوه، ولايك لايك لايك يا بنات، واشتراك في القناة، بجد هفيدكم جدا لو لو عندك قلاية كهربائية.